اهلا اهلا يا حلوين، اللي مجربش الملوخيه بالجمبري بالطريقه دي فاتوا كتير. احلى طريقه ما تعمليها ريحتها هتقلب لك الدنيا كلها. تعالوا كده نسمي الله واقول لك الملوخيه بالجمبري هنعملها ازاي. بس ما تنسيش لايك وشير وكومنت حلو منك كده. اول حاجه هنسمي الله، وجبت الجمبري اللي هو البيبي الصغير ده، معروف اللي احنا بنعمل بيه الملوخيه بالجمبري. لكن لو مش موجود هتجيبي اي نوع جمبري وتقشريه وتشيلي السلسله الرمليه، بس اهم حاجه تغسليه كويس جدا جدا بالليمون علشان ما يكونش فيه زفاره. بعد كده حلة على النار، حطيت معلقتين كبار كده من السمنة، واخدت نص كمية الجمبري وشوحتها كده على النار لحد ما الجمبري كده يتشوح معايا. بصلاية وطماطماية بشراها، وحاطة معلقة من التوم، معلقة من الكزبرة، معلقة من الكمون، معلقة من الملح. وقلبي المرتة دي كويس جدا 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 علشان انا محتاجة اعمل شوربة علشان الملوخية. لكن لو انت عندك قشر الجمبري هتغسليه كويس جدا جدا وتحطيه على النار مع بصلاية مع طماطماية مع جزراية مع عود من الكرفس، وتسيبيه يغلي غلوتين ثلاثة كده. وبعد كده تشيلي كل الكلام ده، وكده بقى عندك أحلى شوربة جمبري. بعد ما أخدت اللون الجميل ده وشوحته، نزلت بالمرتة اللي أنا عملتها، وبعد كده بنزل بالمية وبحط مكعب مرق براحتك، حبة مش حبة مفيش أي مشكلة، ونسيبها بقى تغلي غلوتين ثلاثة. بقيت كمية الجمبري اللي عندي حطيت عليه طماطماية، ومعايا تومية حط عليه معلقتين كبار كده يعني من التوم، حط عليه كمون، حط عليه كزبره، حط عليه ملح. وقلبت الكلام ده كله مع بعضه. الطماطمايه بتطعم كده الجمبري وبتديله طعم حلو جدا. هاخد الكلام ده كله وحطيت طاسه على النار ومعلقتين كبار كده من السمنه، وهشوح بقى الجمبري ده. انا عامله كيلو ونص من الملوخيه، حطيت له نص كيلو من الجمبري بقى جاهز معايا. على فكره ممكن يتاكل كده، تعمليه سندوتشات، حطي عليه كريمه واسلقي مكرونه وقلبي الكلام ده مع بعض، وكده تكوني عملتي احلى طبق مكرونه بالجمبري. هشيله على جنب، وفي نفس الطاسه هنعمل الطشه او التقليه بتاعت الملوخيه. بحط معلقه كبيره كده من السمنه، وسلام بقى لو سمنه بلدي يبقى كده الكلام تمام. نزلت بمعلقه التوم اللي انا حاطه عليها كزبره وحط عليها كمون وحط عليها ملح، وهنسيبها كده اول ما تاخد لون دهبي هننزل في الملوخيه. سيبها تاخد اللون الذهبي. كانت الشوربه غليت معايا، نزلت بالملوخيه. والملوخيه هنا قطفتها غسلتها كويس جدا، سبتها في المصفى تصفي ميتها خالص. وبعد كده بضربها في الكبه. بس لما تيجي تضربيها في الكبه ما تنعيهاش، بفككها كده بالمضرب. وبعد كده بنزل بالجمبري اللي انا شوحته، والملوخيه ما بتتغطاش وما بتغليش. اول ما تبدا كده هتغلي من الجنب بنطفي عليها. نزلت بالجمبري عشان يكمل السوا بتاعه. وهنا الطشه كانت جاهزه معايا. انزل يا معلم، كانت قلب الدنيا كلها. خدي الطاسه بقى حطي في الحله، وخدي الحله حطي في الطاسه لحد ما التقليه كده تهدى معانا. وكده الملوخيه بقت جاهزه معانا. خطيره، احلى ملوخيه بالجمبري هتعمليها. قلبي الكلام ده كله مع بعضه. شايفين خضار الملوخيه؟ يا نهار ابيض على الجمال، تحفه. عملت بقى معاه رز بالمرتة. الرز ده خطير يا جماعه. معلقه الزيت وتنزلي بالرز حسب الكميه اللي انت عايزاها. البصل بحط عليه كمون، بحط عليه فلفل اسمر، وبحط عليه ملح، وبمرطه كويس جدا لحد ما البصل ينزل ميته. وبنزل بقى بالبصل مع الرز واشوحهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده بنزل بالميه المغليه. طبعا الرز المصري الميه قد الرز. اول ما الرز كده يبدا يبقبق معانا بنهدي عليه، وكلي بقى احلى رز بالمرتة. رهيب. ملوخيه ورز بالمرتة والمخلل، جميل جدا جدا. كده بقى الوصفه خلصت. ما تنسينيش بقى لايك وشير وكومنت حلو منك كده، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد.